السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حلقة اليوم خاصة بطلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. هشرح مادة اللغة العربية المنهج الجديد الترم الأول 2023-2024. هنشرح الموضوع الثاني قدراتي. هنشرح النص الشعري في يوم الشباب. قبل ما نبدأ الشرح ياريت ما تنساش دعم القناة باللايك وكمان الاشتراك في القناة من خلال العلامة الحمراء أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس على الكل علشان توصل لكم كل الأخبار والإشعارات الجديدة. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. النص الشعري في يوم الشباب. قبل ما نقرأ النص لازم الأول نعرف مين اللي كاتب النص. التعريف بالشاعر. ولد إبراهيم ناجي في 31 من ديسمبر عام 1898 بحي شبرا بالقاهرة، والتحق بالتعليم الابتدائي، ثم حصل على شهادة الثانوية عام 1917، وانتسب بمدرسة الطب وتخرج فيها عام 1923. كتب ناجي عدة دواوين، منها وراء الغمام، وليالي القاهرة، في معبد الليل، والطائر الجريح. احنا كل اللي احنا مطلوب مننا ان انت تحفظ اسم الشاعر ابراهيم ناجي. هو ولد 1898، وممكن تكتب او تحفظ بعض الدواوين بتاعته زي الطائر الجريح او ليالي القاهرة. يلا بينا نقرأ مع بعض النص الشعري. اليوم يومك في الشباب فنادي، لا نوم بعد ولا شهي رقادي، فخذوا السبيل إلى الحياة تآلفا وتكاتفا في رغبة ووداد. هذه دياركم وذلك نيلكم، هبة السماء ومنحة الآباد. هذه دياركم وهذه شمسكم، طمع الغريب وحرقة الحساد. هذا زمانكم وذا ميدانكم، ماذا بكم من عدة وعتاد. نبغي شداد القوم قد شحذوا القوى، في ليل أحداث نزلن شداد. ونريد أطفالا إذا ما أرضعوا، فرضاعهم وطنية بسهاد. الطفل منهم مثل أمي أو أبي، شفتاه أول ما تقول بلادي. اليوم يومك في الشباب فنادي، لا نوم بعد ولا شهي رقادي، فخذوا السبيل إلى الحياة تآلفا وتكاتفا في رغبة ووداد. هذه دياركم وذلك نيلكم، هبة السماء ومنحة الآباد. هذه دياركم وذلك نيلكم، هبة السماء ومنحة الآباد. هذه دياركم وهذه شمسكم، طمع الغريب وحرقة الحساد. هذا زمانكم وذا ميدانكم، ماذا بكم من عدة وعتاد. نبغي شداد القوم قد شحذوا القوى، في ليل أحداث نزلن شداد. ونريد أطفالا إذا ما أرضعوا، فرضاعهم وطنية بسهاد.
الطفل منهم مثل أمي أو أبي شفتاه أول ما تقول بلادي. الطفل منهم مثل أمي أو أبي شفتاه أول ما تقول بلادي. النص الشعري هنا بيتكلم مع شباب المستقبل وبيحفزهم على حبهم لبلادهم والعمل والاجتهاد عشان يرفعوا من شأن البلد. تعالوا الأول قبل ما نشرح النص نعرف المفردات المهمة. الكلمة ومعناها: شهي، لذيذ، محبوب. رقاد، نوم وغفلة. السبيل، الطريق. تألفا، حبا وإخاء. تكاتفا، تعاونا. وداد، حب وود. دياركم، المراد بلدكم. هبة، عطاء ومنحة. الآباد، مدى الدهر. شمسكم، المراد حضارتكم. حرقة، شدة الغيظ والحزن. الحساد، من يتمنون زوال النعمة عن الغير. ميدانكم، مجال عملكم. عدة، استعداد. عتاد، ما أعد للحرب من أسلحة. نبغي، نريد. شداد، أقوياء. القوم، المجموعة من الناس. شحذوا، نشطوا وقووا. وطنية، حب الوطن. سهاد، أرق. يلا معانا نشرح الأبيات. البيت الأول: اليوم يومك في الشباب فنادي، لا نوم بعد ولا شهي رقادي. هنا أهم سؤال هيجيلك في النص: إلى ما يوجه الشاعر حديثه؟ هتقول يوجه الشاعر حديثه إلى الشباب. سؤال تاني: ماذا طلب الشاعر من الشباب؟ هيطلب منهم حاجتين: إن هو بيحثهم على العمل، ده أول حاجة، وعلى النهوض بالوطن. احفظ معايا الحاجات دي. يبقى البيت الأول عليه سؤالين: إن هو بيوجه حديثه لإيه؟ للشباب، ويحثهم، بيطلب منهم إيه؟ إن هو بيحثهم على العمل وعلى النهوض بالوطن، لأن ما عادش فيه وقت للنوم والكسل والغفلة بعد اليوم. طب البيت الثاني: فخذوا السبيل إلى الحياة تألفا وتكاتفا في رغبة ووداد. هنا بطلب منهم كمان طلب: إن هم لازم يجعلوا الوحدة والتعاون والمحبة والإخاء ده طريق في حياتهم. يبقى هنا يجيلك سؤال يقولك الشاعر نصحهم بإيه في البيت الثاني. طيب البيت الثالث شرحه: هذه دياركم وذلك نيلكم، هبة السماء ومنحة الآباد. بيعرفهم إن بلادكم فيها نعم كتيرة، زي النيل العظيم، ده منحة من الله سبحانه وتعالى لنا على مر العصور. يبقى هنا بما وهب الله مصر، أو ماذا وهب الله المصريين، ده سؤال هيجيلك في الامتحان. المقصود بدياركم هنا اللي هو وطنكم. الديار هنا البلد أو الوطن. شرح البيت الرابع: هذه دياركم وهذه شمسكم، طمع الغريب وحرقة الحساد. بيعرفهم ان دي بلادكم ودي الحضارة بتاعتكم على مر الزمان، في حاجة ليكم عشان تدافعوا عنها ضد اي غريب طمعان او عدو حاسد عايز ياخد بلادكم. هيجيلك يقولك يعني ايه المقصود بشمسكم؟ اقول له الحضارة. ممن يحمي المصريين بلادهم؟ أقول له بيحميهم من الغريب الطماع أو العدو الحساد. البيت الخامس: هذا زمانكم وذا ميدانكم، ماذا بكم من عدة وعتاد. بيكلم الشباب ويقول لها: يا أيها الشباب، هذا وقتكم وهذا مجال عملكم، انتوا عديتوا ايه لخدمة بلادكم. البيت السادس: نبغي شداد القوم قد شحذوا القوى، في ليل أحداث نزلنا شداد. يعني إن البلاد في حاجة للرجالة، والرجالة لازم تكون صفاتهم إنهم أقوياء، استعدوا بقوة لمواجهة أي أحداث صعبة تواجه الوطن. يبقى هنا صفات الجيل اللي بتحتاجه مصر: إنهم يكون رجال أقوياء ليسوا ضعفاء، يتحملون المشقة في العمل.
البيت رقم 7 ونريد أطفالا إذا ما أرضعوا فرضاعهم وطنية بسهاد. بلادنا أيضا في حاجة للرجال نشأوا منذ الطفولة بتاعتهم على حب الوطن، رضعوا حب الوطن والسهر من أجل الوطن. البيت 8 الطفل منهم مثل أمي أو أبي شفتاه أول ما تقول بلادي. كلمة بلادي دي أول كلمة بينطقوها حين يتعلمون الكلام، كما ينطقون في الصغر خالص كلمة أمي وأبي. صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. تعالوا نشوف مواطن جمال النص الشعري. اليوم يومك هنا تعبير بيحفز الشباب على العمل والسعي وخدمة الوطن. فنادي ورقاد كلمتان بينهما جرس موسيقي. يعني ايه جرس موسيقي؟ يعني آخر حرفين شبه بعض، نادي رقادي، يبقى ده جرس موسيقي. فخذوا السبيل إلى الحياة تألفا، هنا أسلوب أمر بينصح وبيرشد فيه شباب مصر. تألفا تكاتفا رغبة وداد كلمات بتدل على الحب والتعب. نوم هي نوم يعني معناها رقاد، يبقى هنا ترادف. تآلف وداد ترادف. هبة منحة ترادف يؤكد المعنى. هبة السماء تعبير يبين نعم الله على مصر وأهلها. هذه دياركم تكررت العبارة عشان تذكر الشباب بواجباتهم نحو الوطن. شحذ القوى تعبير يدل على قوة الإرادة والاستعداد. في ليل أحداث نزلنا شداد، هنا تشبيه الأحداث الشديدة التي تواجه مصر بالليل. آخر حاجة في مواطن الجمال فرضاعهم وطنية بسهاد، هنا تعبير مجازي صور الوطن بالأم اللي بترضع طفلها وبتخليه ينطق كلمة بلادي، ويوضح أن حب الوطن يبدأ منذ الطفولة. اليوم يومك في الشباب فنادي، لا نوم بعد ولا شهي رقادي، فخذوا السبيل إلى الحياة تآلفا وتكاتفا في رغبة ووداد. هذه دياركم وذلك نيلكم، هبة السماء ومنحة الآباد. هذه دياركم وهذه شمسكم، طمع الغريب وحرقة الحساد. هذا زمانكم وذا ميدانكم، ماذا بكم من عدة وعتاد. نبغي شداد القوم قد شحذوا القوى، في ليل أحداث نزلنا شداد. ونريد أطفالا إذا ما أرضعوا فرضاعهم وطنية بسهاد. الطفل منهم مثل أمي أو أبي شفتاه أول ما تقول بلادي بلادي. بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الأسئلة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا لا لا